المدينة المخفية في العراق تلهب خيال الباحثين عن جبل الذهب، هل اقترب العثور عليه حقا؟ كلما تراجع منسوب المياه في نهر الفرات يتكاثر الحديث عن اقتراب يوم القيامة، لا سيما أن انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب هو إحدى علامات الساعة الصغرى. ما الرابط بين انحسار نهر الفرات ويوم القيامة؟ قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا أنجو. أكد على هذه النتيجة دعاة شباب يحظون بشعبية كبيرة مثل عبد الله رشدي الذي خرج بدوره ليتحدث بعنوان انحسار نهر الفرات وظهور علامة جديدة من علامات الساعة وقرب اكتشاف جبل من ذهب، في فيديو انحسار نهر الفرات وظهور علامة جديدة من علامات الساعة. وقد حظيت هذه النوعية من المحتوى بملايين المشاهدات. آسيا الجنابي، إعلامية ومرشحة سابقة لمجلس النواب العراقي، واحدة من المهتمين بالحديث الدائر حول قرب ظهور جبل الذهب، تقول: كثيرون يقولون إنها تغيرات مناخية، لكن كثيرين مثلي يرون أن انحسار نهر الفرات بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل بالنسبة لي هو بحيرة طبرية التي بدأت تجف، فصار التمر أقل وبدأ نخل بيسان له علاقة وثيقة بقرب ظهور جبل يخف. لذلك أنا على يقين أن الأمر كما في الحديث، وأرى أن انحسار نهر الفرات الذهب. ما هي المدينة المخفية في العراق؟ بدأت القصة في عام 1877 مع اكتشاف آثار ليكش ليجش من قبل مجموعة من الباحثين الفرنسيين المختصين في علم الآثار بقيادة أرنست دي سارزيك. حينها كشف الرجل النقاب عن العاصمة السومرية لاكش، كما كشف الكثير مما هو معروف عن الفن واللغة والتاريخ. وفي الواقع نجاحات الرجل في الموقع كانت عظيمة، حتى إنه نجح في العثور على 30,000 لوح طيني منقوش. وخلال شهر أكتوبر عام 2022 استطاع فريق من علماء الأنثروبولوجي النظر من أعلى بواسطة طائرات الدرونز المدينة المخفية في العراق. فاكتشف الفريق ما أطلق عليه لاحقا اسم فينيسيا الهلال الخصيب، بقايا جسور مشاة ومزيد من الحفريات تبدو واضحة في أطلال لاكش التي شكلت واحدة من أقدم دول العالم. ولكن يبقى السؤال أيضا: هل كان التنقيب عن الذهب وصياغته من بين أنشطة هذه المدينة الأثرية؟ الذي ترجمه الدكتور إلياس حسيب، دراسات في حضارة بلاد الرافدين. جاءت الإجابة عن هذا السؤال في كتاب بوضوح: إن المنقبين لم يعثروا على القبور الأثرية في لاكش، وإنما على ألواح لاكش وأوما حديد التي تعالج النحاس والبرونز. هل يظهر جبل الذهب في العراق أم في سوريا؟ النهر الذي ينبع من جبال طوروس في تركيا يمر في كل من العراق وسوريا ويصب في الخليج العربي. يتوقع الكثيرون أنه سوف ينحسر عن جبل من ذهب في العراق بالذات، رغم أن انحساره طال مناطق واسعة في دولة سوريا تعود إلى العصر، لكن مخاوف الجفاف صاحبتها مجموعة من المفاجآت تحتاج إلى من ينقب داخلها ويكتشفها. ليطرح السؤال: هل يظهر الجبل المنتظر في العراق أم سوريا؟ الأكيد أن معالم المدينة المخفية لاكش في العراق لا تحمل أي آثار لذهب يذكر، بل إن العكس صحيح. الدكتور علاء الدين شاهين، وهو عميد كلية الآثار الأسبق في جامعة القاهرة، يقول: وبالعودة لرسائل تل العمارنة في محافظة المنيا جنوب مصر التي تمثل المراسلات الرسمية لمصر في عهد الملك أمنحتب الرابع إخناتون، فإن أحد ملوك العصر الميتاني وجه رسالة إلى الملك المصري عام 1400 قبل الميلاد، وفي الرسالة يبدأها بأخي، أي ملك مصر: أعلم أن الذهب في مصر مثل الرمال على شاطئ البحر، أخي من فضلك بعث لي كمية من هذا الذهب. هذه الرسالة تؤكد وجود وفرة من الذهب في مصر، وأن الكمية لم تكن كبيرة في العراق.
وقال شاهين: المدينة المخفية التي تم اكتشافها في العراق هي مدينة كاملة مؤلفة من معبد وقصر ملكي ومرافق أخرى، لكنها لم تكن مكانا لتخزين أي شيء ولا ترتبط بنبوءة دينية معينة. وتابع قائلا: ظهور باطن النهر يحدث في أوقات عديدة وفي دول عديدة، ففي مصر تحدث ظاهرة التحريق حين يظهر باطن فرع دمياط، ولأنني نشأت هناك فقد كنت أعبر النهر من ضفة إلى أخرى مشيا على الأقدام حين يحدث ذلك، وهو معروف لدينا باسم السدة الشتوية. ما يحدث في العراق هو نوع من التغيير البيئي في فترات معينة ولظروف سياسية في أخرى، ولا ينبئ بقرب ظهور شيء. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إذا أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة، ثم اضغط على زر لايك للإعجاب بالفيديو، ولا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة أحداث ومعلومات.